السلام عليكم. ايه رأيكم بقى في السندوتشات القمر دي؟ هنعملها النهاردة بكل اسرارها وتكتها، وبعجينة كمان سايلة، وان شاء الله هتعجبك. معانا هنا كوبايتين من المية، معلقتين من الزيت، معلقة صغيرة ملح، كوبايتين من الدقيق. ودي مقادير عجينة التورتيلا او عجينة الشاورما السايلة. طبعا هنا انا بقى ضربتهم في الخلاط، تقدري كمان تستعملي المضرب اليدوي، بس هنا الخلاط اسهل. طبعا لازم هتصفيهم عشان لو فيها اي تكتلات يا حبيبتي. اهو شايفين؟ وده قوام العجين اللي احنا عايزينه. الطاسه بتاعتي بقى همسحها مسحه زيت واحده، صينيه احط عليها فوطه عشان لا اطلعها احطه عليها. هنا كانت سخنت معايا، هحط اول واحد. طبعا خد وش من تحت، هتعرفيه طبعا لما العجينه تلم من الاطراف هتروحي ماسكاه وقلبها الناحيه التانية. اهو شايفين شكله؟ لازم تحطي عليه فوطه عشان يفضل معاكي طري. شايفين حاجه كده؟ اللهم بارك. عجينه سهله، مقاديرنا مظبوطه، ان شاء الله تعمليه من اول مره هينجح معاكي. شايفين يا حبايبي؟ اهي لمت اهي من الاطراف، هروح قلبها الناحيه التانية. شايفين الفقاعات الهوا دي؟ كده يدل ان العجينه بتاعتنا ناجحه. اهو هعمل بقى بقيه الكميه اللي معايا وارجع لك تاني. هنا بقى حبيبتي كنا خلصنا، قطعنا الكميه ديت ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين طرية قد ايه وحلوة قد ايه وسهلة في التشكيل؟ كوبايتين دقيق عملوا لنا الكمية الحلوة دي. هنا بقى عندي التومية العادية والتومية الحارة، قلينا شوية بطاطس، شوية مخلل خيار، زيتون، جبنة موتزاريلا. هعمل بقى السندوتش. حط شوية تومية، هبدأ احط البطاطس في شرايح لانشون، ده اختياري، مخلل الخيار، زيتون، شوية جبنة موتزاريلا، وهقفل السندوتش بتاعي. في نفس الطاسة هنزل برضو عشان اديها وش كده، واحط برضو شوية في الجريل. اهو بالشكل ده، وابدأ اعمل السندوتشات بتاعتي. اهو شايفين شكله؟ حاجة كده اللهم بارك. عملنا بكل سهولة وبأسهل الامكانيات عندنا. ايه رأيك؟ شايفين الجمال بتاعه؟ والباقي ده طبعا هحطه في كيس في التلاجة واشيله. وده كان شكل الساندوتش بتاعنا. ايه رأيك في الجمال ده؟ تنسينيش بقى في اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واسيبك في رعاية الله واقولك السلام عليكم.